صاحي وهتنام، نايم هتقوم، غالي متبغدد جربع محروم. شخصية مهمة ومهتمة أو حد مالوش في الدنيا لزوم. صاحي وهتنام، نايم هتقوم، غالي متبغدد جربع محروم. شاب وشابة عواجيز حبة ساكنين في الروف أو في البدروم، هنجيلكوا نغص في عيشتكوا نطير من أهاليكوا النوم. شاب وشابة عواجيز حبة ساكنين في الروف أو في البدروم، هنجيلكوا نغص في عيشتكوا نطير من أهاليكوا النوم. موتر بايت يا ولاد آدم ولحد ما يوم قيامتنا تقوم. صاحي وهتنام، نايم هتقوم، غالي متبغدد جربع محروم. دي حكاية عمرها ما تخلص وحجر داير اسمه ومقسوم، شغلها بلسة كل ما تنسى نجيلك بغواية ده شيء معلوم. اكفر عفر واشرب كاسة، اسرق وانصب واعمل مظلوم. صاحي وهتنام، نايم هتقوم، غالي متبغدد جربع محروم. خلي الستات كل هوايتك تبقى حبيبي وعترة ومهضوم، تروحوا جماعة لحد النار من غير مصاريف ولا أي رسوم. موتر بايت يا ولاد آدم ولحد ما يوم قيامتنا تقوم، ولحد ما يوم قيامتنا تقوم، ولحد ما يوم قيامتنا تقوم. ولقد
إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب؟ الواد داسم، انت فين يا بيه؟ لا انا زعلان منك اهو، رحت الفرح كده وسبتني. طب يلا يا عم تعالى اتفرج احسن يبيزنولك على نيل اسود. يلا حبيبي لا 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 ما هذا الذي تحدثت اليه؟ يا راجل 1000 نسيب بلس يا مولانا. ماذا؟ حاجه كده البني ادمين لسه 1200 سنه جايين. عليكم العمل على هذا الاختراع حيث يصبح نقمة عليهم ومفسدة كبيرة. كل ده ولسه ما جاش؟ والله اتحجزت معايا يا مولانا. لأن هناك كمين كمين موقفه على أساس الأمور مش مترخصة. مولانا ده شيطان داسم بتخالف. هتخيل مولانا بالعكس الشيطان داسم الى باب السحق مولانا ابليس. العب اسمتك بره يا برنس، انت لسه مصحيين. لعنة الله عليك. ما هذا يا ولاد المهددين؟ نفس الشغل يا ولاد. شغل ايه اللي يخليك تغيب عن القرآن؟ عمري في الغاية الحضور. انت كمان اللي هو سيدنا سليمان. ايه اللي منعك عن الحضور؟ احنا كلنا الامر هل تعلم عقوبة الكذب في مجتمع الشياطين؟ اعلم يا ولاد. اعلم يا طيب. لقد حكمت عليك يا شيخ العزيز. حبك عليك. تعاونت في عدم حضور اجتماع اليوم. العفو لا عفو وتكسير الطرد مشهد. انا مش هخش مره واحده يا جماعه. انا متفق مع علي من الحضور. التمس لي عذرا. البيزنس ما فيهوش عواطف. طب استمع لي اولا ثم افعل ما تشاء. لا استمع. اوعى. وصلي ببطولات هؤلاء الشياطين فبعضهم مع وسوسه بترك الصلاه واخر بالخصام واخر بالسرقه والقتل واخر بالاختصام. اختصام عكس وانت رجعت ورا وانت قدام. انا قلت المسلمين مسلمين صايد مسلمين اكبر من ذلك كله. انا اقول لك يا مولانا ولعنه الله ما حصل. عندما كنت مرافق باسم الملك شهريار علمت ان زوجته تخونه ما حق اصلا. لما سافر خارج المملكه وكان مؤاخذه كده عامل شهر وحصان. يا لك من شيطان. وقرأ وسوست لي ان يرجع من سفره على الاخر يعرف ما يتزوجها. لما اتاكد من شهرتها مولاي اتتها شكلا من وقتها اصبح يتزوج فتاكل ليله ثم ينقلها على الصباح. لا لك من شيطان حبيبي. ابني مجنون وايش يمشي ده؟ البابا ايوه اقول لك يا مولانا عندما كنت احفظ فلما احتاجها بقى مولانا كنت باصص فيه كل يوم واحد. وقتها هو متجوز واحده اثنين وهي كانت الصبح. انا دلوقتي يا مولانا لازم اروح هناك لان النهارده حتى زواجه على الاميره شهرزاد. حته كده ان انا ايه؟ ان انا خالص. الى اي هدف تسعى اليه يا باسم؟ سألتنا بالاميره شهرزاد. مثلا لو النهارده هنجعل الملك شهريار يتزوج بكل فتيات المملكه. الخبر سيقتلهم جميعا. وفي غضون سنوات قليله تنتهي حياه هذه المملكه. يا شيطان عليك هذا القول سريعا بحفظ صفات شهريار وسوف انا هتبعك من هنا مش هنختلف يعني فتصحبك اللعنه. ستين مصيبه يا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يجعلك كل خطوه تصيب. الهي يصيبك حبيبي يا حبيبي. وانتم حاولوا تتعلموا من ذكاء وعقل. ايش يا مولانا؟
جاهزة من ذلك؟ ألا تشعرين عن وأمرك هذا؟ تشعرين بالسعادة كل السعادة كما لو أنك تعلمين مصيرك الذي ينتظر الإسلام. وهل ينتظرك سواه؟ سيحدث لا محالة. لكن لا تريدين لأنكم جميعا سواء دخيلة في بقائكم الأحياء والموت. هذا شيء ولكنك أدرك الحمد بقدمين السيدتين ووجه تظلمين الضحكات. أتغامرين بحياتي؟ حسنا ساعات قليلة تفصلنا عن ذلك المغامرة المنتصرة. والسيئات خارج المنظر متشوق لها كعادة. لا تزعجي روحي بشأن الرضا فأنا انفرادي عن شيء سوى تلك الآيات. ليس من شأنك ولا تتحدثي فيما لا يعنيك. حسنا عفوت عنك حتى الصباح. ما هذه الحكاية؟ لن أسمع عنها من قبل. لا بأس هو ده وقته لبطل من كده لسه يقعد يسمع من ناحيه حياته الحوالين انا قلت ان لسه ياخد ايه مش لسه يقعد يسمع من ناحيه حياته الحوالين. بصوا يا جماعه مش جايز نتحاول كده ولا حاجه. نعم والله انا قصدي يعني يزهق حوالينا ويدينا من قتل الملل اما نشوف وعلى راي المثل يخبر دلوقتي بالفلوس الفجر ايه بقى؟ الشنو إلهي صل عنا إلهي صل عنا. إيه ده؟ يا مالك أنا بقول إيه؟ ده أكيد فيها سمكة بتتشرب وتكون فيها سمكة تكون على عيني. إيه ده؟ أكيد كل ما سمكة من بره المصباح. أنا حتى ما لقيت سمكة برضه ولا حتى شباب. أنا بصراحة تعبت أوي. ومش قادر ارمي الشبكه تاني. اسلم حل هو ان بيع المصباح دوت وبتاعه واجيب اكل ومروح. بس هو كده اوكي ليه؟ انت بتموت فيه اول انا على
دي معلش يلا ها واحد استنى انا لو مت مخلوق افضل اروح الدين وصدري يتعبني. يا عم هي واحده بنسيون من عند اي صيدليه وبتاعتك كده بالليل. اذا انت شغال في العزبه يا عم البس بقى وبتاعتك خلاص خلاص ابوك خلاص بس كده ادي الكعبه اللي انا جنبك كده. انا مش عارف يا ابني كده يا ابني عايز ايه يا عم؟ طب المدن اتفضل احنا ونقول انا مدمن عطل. يا عم انت تفضل توكل على الله وشوف بس خالد وانا هفضل قاعد مكاني لحد ما اموت من العطل. انت اكيد بتهزر. والله ما بهزر. طب اتفضل اطلع قوتك فوقيه بسرعه. ده المقبل عليك خلاص افرض عليك بس انت هتموت من تاني. لا لا استنى بص بصراحه اتفضل. انا مش مصدق مش مصدق اني عفوي؟ بالذمه بقى في كل خطوه من المصباح قد كده. لا بص يا سيدي انت يعني تقعد في كمان تحت البحر 1000 سنه ممنوع بقى انا عشان اصدق. فيها ايه يا عم يعني؟ فيها كلام كتير يا اخويا. يعني انت مش مصدق اني عاقل بص ايوه مش مصدق. طب انا هثبت اثبت وانا اصدق. واسمعوا عليك دلوقتي استنى قدامك الامامور. انا مش هديله دور ببص علشان تصدق. يا
عارفه والله. سلام عليكم. سيبك انا بقى تبقى مع السلامه. في عامل ايه يعني؟ عامل ايه؟ توحشني والله. بس اكسوك انا سلام عليك. توحشني والله. يا جدع والله. بس على قد ما تصبر تنول، اصبر وبعد الصبر جبر، ومهما ديت الحال تطول الكاف ونون معناها أمر. على قد ما تصبر تنول، اصبر وبعد الصبر جبر، ومهما ديت الحال تطول الكاف ونون معناها أمر. وبرغم مر الاختبار بينك وبين الرزق شبر، ربك كريم ربك عظيم اداك ميزانك وانت حر. العزومة مولاي اللي عارفينه
انت وقعت مش كتير. ليس الكثير يا شهرزاد. لا زال لدي من وقتكم أتمنى. قليل من الوقت فقط هو ما يمكنك. إن السماء الحلوة يمكنها أن تغير حياة الإنسان. افعلي ما شئت، ولكن بعيدا عن حكايه الصياد والعفريت الذي لم اقتنع بها سوى مجرد الحكايه المسليه. حسنا يا مولاي. حسنا، اذا انت ايها السيد تحت امرك يا فندم. هذه نايس لاين، اتمنى لك وقت سعيد. لا زال يعتقد مولاي بأن العفريت أذكى من الإنسان. بالضبط، ولا في ذلك حفظنا الله شره. ماذا؟ أعلم يا مولاي ماذا حدث مع التاجر مع الكبير الكبير نفس. ماذا حدث؟ إنه حكاية عنه. سنديها دي هو القتل حتى تسنديها. احكي بقى شهرزاد. احكي يا شهرزاد. احكي شهرزاد. اشكي ولي طلوع النهار. احكي يا شهرزاد. بلغني أيها الملك السعيد زبرة الرشيد إنه كان في زمن بعيد تاجر بالمغرب بر بتجارته من بلاد الهند والسند، وحين اشتد عليه الجوع أخذ صبره وأكله، وحين رمى نهره ظهر عليه الشبابيك كأصله في السماء وقدمه في الأرض يخرج من عينيه النار وشعره طويل ظهر الشيء يزيده ليقتل
انا واثق من الانسان ان انا موجد ان حكايتي قد انتهت يا اشخاص. كلام يا ولاد ايه اللي حضرتك؟ علويها اذن. سهلة فكرة يا طه من مرة الاخير. بصوا بقى هو ده اللي حصل. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. وربنا لو كنت بس المنزل ما تتقدريش. يا خرابيطك يا سفينة كان بيخبرني بالمكان. السلام عليك يا بطارة، ما تهدي يا ولية بقى. اهدى ازاي بس وانت بتقول هنموتك؟ ده ربنا هتعمله ايه؟ لا وربنا ما يرضاش بالظلم ابدا. بص يابا يا بنت ما انت تقعد هنا وعايز تتمرن من سنتين. فاشل ده انا خليتك يقطعها ساكت. بص بس انا هقول لك عايزة ايه؟ انا هحكي عليك كل الابواب وكده مش هيعرف يطلع كده يا تقريبا انا مش لسه عايشه عندك هناك. فريق كبير ها؟ يا بنت هو انا هضم وكاله الحرس. انا هضم وكاله الحرس. زي الحرس. عجيبة. بصي بقى. والصراحة أنا هحكي له الابلكيشن اللي بتقول عليها هو وقلت له بكره عندكم الشيخ. انت عارف يا مقروب لا اله الا الله بقى نفس الكلام يا ناس. حته زيتونه بتسبب في اكل القلم انت خلاص معلومه تفوت باين عليك. يا بنت لسانك ده اهو انا هحشملك من جذور. يا عم دي معلمه ثلاثه. برضه؟ نعم. النيمه يا سلام. ايه؟ يمكن لو شافك الناس هتعلمك يسيبك. بس والله ده ممكن امي. تعالي نفكر في الحوار ده. والله زمان يعمل لكم جميل. وممكن يحب يجيب اكتر ويسيح على الواحد. اصلا معاك بيستنى اما نخلي معاك. مش هسلم لك يا خوف، لازم اواجه مصيري ومهما كانت الظروف. مين اللي هيواجهها غيري؟ حكم القدر اكيد حنون، عكس اللي بتقوله الظنون. حكم القدر اكيد حنون، عكس اللي بتقوله الظنون. ده العمر واحد والرب واحد، واللي انكتب لازم يكون. ايوه اعمل يا ابونا لان الانسان لا يستهين. لقد عهد عافيته يا مولاي واقسم له انه سوف يعود. ايوه عاهدوا ان يقتلوا. حسب ما حدث يا مولاي. حسنا قولي يا شهرزاد، هذا حدث بعد ان ذهب اليه مره اخرى. ذهب
السبب التاني؟ لحد الهرم في الموت بالظبط. وما دام الحبايب ليه هموت مادة واحدة خلاص لما ممكن اموت كده. مش بقول لك ان الامر غريب يا انسي. انت هتحب فيه وتضرب وقتك مع شعبه. بعد الصبر يا مولاي. صبر ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف انا معنى الصبر ايه؟ الله عليك يا سيد. قصد الله عليك يا مولاي. الصبر اللي انت جاي تقول عليه ده رأيت هو اصحاب يسوع ما كنتش شغال مغرقين. لا انا ما استحملش كل ده. هي مره واحده كده عارف ايه يا اخويا؟ سامعينك يا مولاي الزعل مش حلو علشان ايه؟ مش حلو علشان دي قضيت مرض الحمل. مش قصده يا مولاي، هو قصده التعامل. فعلا يا مولاي من المؤكد سيقتله، ولكن ربما ينتظر شيء كمان. لما نشوف يا حبيبي منك ليه؟ تعالوا نتابع مع الاحداث الجايه. تعرف انك كنت خايف انك تهرب وما تجيش. الدرجات دي مش فارقه اكتر. لا بس كنت هحس بالذنب. مفيش يعني تحس بالذنب. بس انت تقدر تديني ايد بس ارجوك ضربة موت واحدة. بس انت مش هتموت ايها الانسان. نعم يا عمري يا مولاي. طب يوم مش هتموت. واحده اللي بيحصل فينا كده وواحده كفره. الواحد الاولاني عارفين حمد الله يا مولاي اللي يعرف ان عارفين يعرفوا عن الانس. بس يا عمري انا قلت لك يا مولاي احنا محتاجين كورسات. نعم انت كمان؟ كورسات في الوسوسه يا مولاي ما تفهمنيش غلط. احسن احنا قدراتنا على الخطر. فعلا يا مولانا احنا محتاجين كورسات. انا العيب مش فينا يا مولاي، العيب في نظام الوسوسه اللي لا بيترتب ولا بيتغير. يمكن الابداع فيه انك تقعد توسوس في ودن الزبون وتفضل توسوس لحد ما تقعد توجعك، وهو اول ما يتف على شمالك وترجع اللي انت تعمله على الفاضي. يهدي بس من كده يا كراتين، يهدي بس من كده. احنا لازم نغلط ونضرب عليك يا مولاي. لازم ابقى تحت دماغي الوسواس اللي بيحصل الفتره العمليه في حوالين دماغي ده. هو انا فاكر ان انا الوسواس القديم وكلها السبب فيه. هو انا عارفه استنى لما نكمل باقي الحكايه ونكمل بعد كده. يعني انت مش هتحاولني؟ ايوه فعلا مش هتموت. عندي تحتاج غريبة. في ايه؟ انت اصلا مش فاهم حاجه. انت منعت عن المملكه حرب ما كناش هنعرف نخلصها ولا امتى ولا ازاي. انا مش فاهم انت فاهم حاجة عشان تزعل. انا هفهمك. ايه؟ انت بعد ما عهدتني ومشيت رجعت القصر بتاعي لقيتهم لقوا رسائل في اوضه الامير، مراسلات بينه وبين الملك بلاتشاي. ملك الجن الاحمر عارفه. طب ممكن سؤال عشان بس اتاكد منه. اسال يا سيدي. والشاي ده كان فاكهه ولا كشري؟ هو انا مش عارف بالظبط بس هو اكيد شاي عروسه. هو اللي كان احمر كده. ممكن بقى. انت هتهزر معايا وانت بتكلم الرقص صاحب الكلب. يعني ابنك كان بيتقمص بضغط. ايوه الابن الاب ما يسالش عليه. ولو كان عايش كنت هتقدر مين؟ بص ربنا يكون عزيز ولا يعلم قلوب ربك الا هو. صدق الله العظيم. الحمد لله. انا عرفت يا صديقي التاجر انك انهيت برضه. الحمد لله ما تفكرنيش بقى ولا اتفضل يا صديقي التاجر، دي مكافاه لك مني. ده خاتم من ايام الجن المراهقين، تقدر تبيعه وتنجد بثمن تاني. ايه ده انت بتقول كده ليه؟ والله سلبس يا راجل يعني دوت هيرجع لي بضغطي واموالي وعزبي واطياري وفيلري وكده. في فيروز مصر. ايه ده بجد؟ انت شرفتني جدا في الفيديو الكومباوند. شكرا يا صديقي. اتفضل اتفضل. باذنك الله تعطيني.
صياح الدين. عند الصياح الدين يمكنك ان تعود سني. هذه رئيس طريقة الحق هيا احكي يا شهرزاد. لازم حكاية؟ أي حكاية يا مولاي؟ حكاية القصر المسحور. فأنا مشتاق لسماع هذه الحكاية. حتى أنت شهريار. بصراحة كده معذور ولا إيه؟ معذور؟ والله حكاية شهرزاد تجنن أصلا. هو ده اللي أنت فرحة فيه. هو ده أنا عندي. بس يا بنت بتاعت الخواجين. مثلا تعملون الآن أولاد. حد كلام الناس دلوقتي. أبو أولاد ما تتصل عليه حاجة. بس يلا حضرتك والله بقيت. أنت فين يا عم إدريس؟ جاي تسعى على الأمر. فعلمت كده؟ أصل يعني إيه اللي أنت بتحبه ده؟ مش عارف. أصل إيه؟ هو ده اللي أنت وصلت له خليت يدك كل يوم واحدة. المولاها يا إدريس اديني مرة واحدة. المولاها على رأي المثل لازم تديني مولاها قليل. كلها دقايق وهيعمل الفجر وهيقدرني. وما يقدرش من الفجر ليه؟ اللي أنت يوقف ضوء يعني؟ والله هيقدرها. لو ما قدرهاش هقدرها أنا. ولو ما قدرهاش لازم أنا اللي هقدرها. حضارة لازم إنك تكشف المملكة. أمر مولاي. خلق كل ما بوزن ده. لا بس أنا لو ما جرسش على زمن الأمرين. طب خلك تبقى يا مولاي. ما أنت حكاية القصر المسحور. يا سلطان أنا بنفسي ما يحدث يا جاسم. سلطان يا جماعة الحياة شهرزاد. ليه كفاية يا مولاي؟ وأنت قلت له مفيش ما يخلص من حكاية شهرزاد. حكاية شهرزاد. عجبك كده يا عيل يا بتاع الحواديت. جايب لنا الكلام من الراجل الكبير. بلاها بيه يا مولاي السعيد. سرور الرشيد. لو كان الإنسان سعيد طلب العظيم. في يوم رصد الله مولود. فعمل الأفراح وليل الليل. كان الصغير. الليلة 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 مش أيها ليلة، دي ليلتنا والفرحة جميلة. الليلة مش أيها ليلة، دي ليلتنا والفرحة جميلة. شرف أميرنا اسم الله عليه، آخر عنقود العيلة. تلاتين يوم نرقص ونغني، يا قلوبنا تبغددي وتهني، وتمني قد ما تتمني، هتشيلي من الخيرات شيلة. الليلة 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 الملك الطيب فوق راسه، شايل أهله وشعبه وناسه، والعدل أساسه نبراسه، أبدا عمره ما مال ميلة. الليلة 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 بكرة أميرنا الغالي هيكبر، على عوده يشب ويتمخطر، ونشوفه نهلل ونكبر، من شوقنا هنعمله الليلة. الليلة 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 تقدمنا الطعام والشراب للجميع. قدمنا الطعام
تصحيني من أحلامه. ازيك يا اخويا عندنا طالعه. مين اللي بيتكلم؟ انت مش عارفني؟ لا. انا من طرف شمهور. شمهور النتي؟ شمهور ابو مرمور اللي جنب الحسن بتاع الرفوف. قطيعة تقطع وأطرح فوات. عايز إيه يا ريم شر؟ عقبال عندك كده يا اخويا الملك شعبولة جاب مولة وعايزين بقى نقرا الطلب بتاعها، يعني عايزين نعرف المولة ده يطلع طويل ولا قصير، تخين ولا رفيع، ابيض ولا اسمر، امور كده حلو يكتب البنات ولا مش هيكتب البنات ده يطلع واحد مش هيكتب كده. الواد ده بقى بس انت مصحيني من احلاها نوم عشان تحققي احلامك في الواد. مش عايزاني كمان انا اعلمهولك في الليالي. بقول لك ايه؟ احنا لو حاجه ما كناش اتحركنا لك. ده وقت قيلولة ولا مؤاخذة، وانت اتصلت وقت قيلولتي ونعتوني، والطالع ده بإيد ربنا يا كفر. بقول لك ايه يا اخويا؟ شوف الطلعه دي مصلحه كبيره وحلوه، ولو في شر ما تقولوش غيروا. شوفي انا هقول لك الطالع بتاع الواد ده وامري الى الله. الواد ده طلعه مش ولا بد. اللي طلعه مش ولا بد اكتب يعني. وكمان هيموت بمرض نادر، وبعد اسبوع افراح المملكه كلها هتتقلب لاحزان. كويس يا بتاعي انت. انا مش بتاعي انا، واحترم نفسك. مش مهم، شوف كويس اكيد ده طالع حد تاني، مش طالع ابني انا. لا طالع ابنك وشبهك اهو معفن. كدابين، ملوك كدابين، بره بره بره. مشكلة مرحلة يا مولاي في القصر، وتنقل السرور اللي أحسن لك مشاعر قبلك. فاسأل أحوال الملك، تغدى مضطهد الطوارئ، ينتصف التخبير الأيام للأمير الصغير. أنا كان كنت دورك يا اسف. كان الأطباء المغفور عليه طيلة الأيام السبع، ولكن بالأدب. أنا كان كنت دورك إنه مرض الناس. هذا وراءه جميع أمر. حسن لا يزعل ماليش عليه. كانت حياته على نفس المنوال، يظل بجوار الأمير طول الوقت، ثم يفهم الشيء عليه في المساء. حتى في يوم سهل عليه إحدى الطبيبات وأخبرته بمريضته بالفؤاد. مولاي! ده ايه ولاد الامين؟ امال جايه مين هتبقى طبيبه؟ اخطر من البعثه. ايه؟
المتهمة بخطف الأمير ونشر الحزن في المملكة. وانت تهمة توصلك للموت. فين الأمير الطارق؟ يا سيارة ثانية واحدة يا عم شعبان، انا بقول لك لحد عنك ولا كسر. ايه يا عمو؟ ازاي انا عندك اوردر كبير كبير قوي يعني؟ مش هطلب منك ايه؟ بس هو ساعة الشيء واروح يلا عمرو مولاي. خذ الأطراف إلى السجن. نادي في المدينة إن غدا عند طلوع الشمس تعدم من باب العدل. هذه هي الخطيئة وكما تدين تدان. انت فين الأمير؟ عايش؟ وبيقول يا بابا؟ بيزمر أيها السيارة اذهب أنت الآن. يعني عينيا اذهب أنت الآن. طلعت عبيط زي اللي كان صحيح. اقنع عن وجه الله أصلا. اصلا يا مؤاخذة مش شغال، اكتب لنا الكلام يا عم، ما تجيبليش شغلات تاني على الأول. اتركوها. طيب فين الأمير؟ القصر ايه؟ القصر المسحور؟ ليه كل الشر ده؟ كنت سليم؟ بصري كلام؟ خد راحتك. يلا. اصل وانا ماشيه يا مولاي في الغابه قابلت راجل حكيم عجوز. الراجل ده قال لي بقى في ملك هيتجوز ملك، الملك والملكه دول هيخلفوا توأم اتنين، يعني بنت وولد. البنت والولد دول البنت هتعيش والولد قصدي البنت هتموت والولد هيعيش. الملكه دي بقى وهي بتخلف البنت والولد الملكه هتموت والملك هيعيش. ده الامير ابن الملك هيبقى واد بقى كده ايه جدع كده وهيقف قدام المساومة اعداء. قلت بقى الواد الحلو ده لازم يتقابل انا. خطفتيه بعد ده؟ ومين يقدر يخطف ابن الملك؟ طبعا كان لازم موهبه ابن المريض عشان تبقى تخطف سر. طب والعفريت اللي كلمناه وسمعناه؟ اشرف عبد الجواد المخرج. أشرف عبد الجواد المخرج؟ هو اشتغل على الدكتور المسرحية ولا المسرحية؟ ما بحبش الكلام. يبقى طبعا عايزين أبونا هنا. طيب الطبيخة وبركات الأمير مالك. انتوا بتقعدوا شياطين. لا ممثلين. ده انا هعتبر كلهم. يا سيارة ثانية واحدة يا عم شعبان، انا بقول لك وانا ياسر. ايه يا عم انجز شعبان يتطور عليك يا عم، ده عمرك ما بيعملش حاجة يا عم. انت عرفت انا كنت بقى من الحمام. يلا كده الحاج طب ليه دلوقتي؟ مش مهم هنا يا عمرو مولاي. بعثوا الجيش للقصر المسحور يأتوني بوالد الأمير ويأتوني معه بالطفلة الرضيعة بنت العرافة. هنحب أو هنكره كل العقول مذاكرة. هنحب أو هنكره كل العقول مذاكرة. الحق مقامه عالي والباطل أصله نكرة. هنحب أو هنكره. مكتوب عالسطور مهما انت
تغيب يا نور هتظهر واستحالة تكون الضلمة قادرة تغمي الشوف عنا تعلي حواجز ما بينا تحيي الشر في قلوبنا وتموت فينا فكرة هنحب أو هنكره. ليس ذلك فقط بل انه زواج لنا واجاب اولاد البنات حفظ المملكه من شر فئتي والمتربصين والاهم من كل حكايه هي العبره منه. صدق كذب المنجمون ولو صدق كذب المنجمون ولو صدقوا فلو امن المال الشعبان بما حدث من كان يبني لربما اصبحت العلاقه صله القصر. ما علم هذا السياق خطير. هل حل الصباح بإذن أولاد وقد حل الصباح سيأخذ الأميرة إلى الزراعة انتظر أيها السلام ليس لا قلت لك ليس لا فأنا أريد هذا لا يمكن ذلك يا أولاد ماذا تقول أيها السلام أتعرض أوامري لك سأولدك بها تجرد يتعود بالإصرار قلت لك يا أيها قلت لك توقف عن فعل هذا وإلا استدعيت من الحرس لن يسمعك أيها الحراس أيها الوزير أيها الحراس قلت لك لن يسمعك وهم يموت عادتهم مع مطلع كل فجر يتناجدون بما تختلف بيد أنا الخبر من ينتصر بالإصلاح حتى أشاهد بما تختلف به يد وأمكنك أيضا على ذلك. من أنت أيها اللعين؟ لست سيافة أيها المخلوق العنيد. من أنت؟ ثانية واحدة ممكن نجيب معاك
ولعنة الله انا ما بشحن عليكم ولا لا. انا بس عارف واحد يقع في السجن. بعد اذنك يا عم. حد فيكم عايز يقتل؟ طب حد عاوز يسرق؟ ايوه انت يا استاذ. تحب ارصص لك شويه في بدايه المدام؟ طيب هقول لك على حاجه. تقتلي انت وانا سبت المواعيد. انت اللي شديتي صاحبك ليه؟ ولسه في حكايات ياما وكل حكاية بعلامة وكل علامة فيها القول بيفتح باب لدوامة بيفتح باب لدوامة ما بين الخير وبين الشر عيون تحسد عيون بتقر وعيون خمسة وخميسة تقولها بنظرة بسامة تقولها بنظرة بسامة ولسه في حكايات ياما وكل حكاية بعلامة وكل علامة فيها القول بيفتح باب لدوامة بيفتح باب لدوامة كنتم على عرض المسرحي ليلة من ألف ليلة وليلة بطولة تسامية مصطفى شريف تاجي محمد وليد حنان محمود بشوي أشرف محمد علوي أحمد تجوي أحمد فارس سنين تمشي بضلام على نور وحرب الدور داير ويدور العرض البطولي عبد الرحمن ثروت
ليلة من